السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة اليوم قصة رعب جميلة مخيفة. يا أهل تعز اسمعوني. في قرية جنبكم اسمها الجبجاب، يقولون عليها قرية الحنان أو الحنان أو قرية مهجورة ما فيها ولا أدمي. لكن السؤال، لو الكنز الذي تحتها مش ذهب، لو الكنز واحد مننا البشر محبوس له، تخيلوا، مئات السنين، ويصيح اسمي واسمك. اليوم بحكي لكم قصة عبدو فكتور، الشاب الذي دخل يدور غنى وخرج شايب في ليلة واحدة. عبدو فكتور هذا شاب ضابح، شابع لغلب، شابع حياة، مديون، مهموم. تخيلوا كان بعد صلاة العشاء جالس مخزن له بأحد البوافي أو المطاعم المجاورة بالسوق اللي قريب منه. من الهم أصبح لي نتف شعره هكذا ويشم، ما أدري، يعني بداية هوجسة، بداية جناء. قام مو شارد يحسب ديونه، الناس هذا يسوي له رسالة، هذا يتصل له، هذا أشتري لي عندك، وهذا ليش ما تحاسبني، وهذا بدي لك أمر يا أخي من القسم، وهذا والله يا أخي بدي لي زلطي ولا. المهم على وشك الجناء. قام ظهر له شايب، عيون بيض، شايب هكذا شكله غريب. حتى من كثر الهم حق عبده هذا حتى ما ركز على شكل الشايب ولا أخذ الحيطة والحذر الذي تسبب بمقتله. جاء الشايب هذا وقال له: يا عبده، مالك يا أخي، مالك شارد، أنا داري إيش في بالك. قال له: يا أخي قدك أعرف، خلاص ما عاد تشي مني، خلالي حالي. قام قال له: تشتى صناديق ذهب، تشتى تشبع، تشتى تقضى الدين حقك، تشتى سيارة آخر مدير، فلا تشتى تعيش حياتك يا أخي، قم. قال له: إينه؟ قال له: في قرية الجبجاب، تعرف هالقرية هذه؟ قال له: أيوة، من اللي ما يعرفها يا أخي، ما في ولا واحد من تعز لو بيعرف هذه قرية الجن، أعوذ بالله منهم. قال له: خلاص، تحت بيت الشرفي في الجبجاب في بوسرداب جدي، وهو قال لي زمان إن العثمانيين يوم هربوا دفنوا هنالك صناديق. بس المشكلة يا عبدو في راصد، مش جني، الرصد هذا إنسي، واحد مننا عاده حي. تخيل يا أخي، حتى عبدو هذا من الخدرة والهم اللي فوقه ما فكرش يا أخي إن كيف من عهد العثمانيين إنسان حي معروف يا أخي، 100 سنة أكثر واحد يتعمرها. المهم إن يعني نقول هوس المال الذي ذهب بعيد وما خليش يبقي عند يعني المنطق. قام عبدو ما هو ضحك عليه وقال له: يا أخي 100 سنة خلاف يا حاج، أنت معك خبر. الشايب قرب منه وريحة النتن هذه تفوح من فمه. قال له: الحي هو الكنز وهو القفل، لكن من يفكه يموت بدله، ومن يهرب يشيب. سمعت يا أخي ولا لا؟ عبدو قام من التحمس طفى السيارة بركبته وقال له: يا أخي أنا فيكتور المنتصر، باكر الفجر بكون عند البيت. قال له: لا 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 لا، تروح قبل الفجر، تروح بدون سلاح، تروح بدون رفاق، تروح وحدك هكا صافي نظيف. قال له: طيب وأنا لها، رحنا بكم من وادي عدك بجيت تفجعني. قال له: يلا توكل. تخيلوا يا خبرة، في عندنا مثل يقول: جاي يكحلها زاد عميها. عبدو هذا مش عارف إنه يساق إلى فخ يعني فخ الموت، فخ الذي ما هو يرجع منه إلا يعني خلاص على الأكتاف. المهم عبدو هذا من الخدرة حقه والتحمس قام سرح جابله كشاف دين من البقالة، يلا قد حلف له يمين ما تتأخر بكرة، قد بيحسب إن الذهب هذاك مرصوف تجاهه، قد بيعيش الوهم واللحظة. وقام خرج من المنطقة. قاموا شافوا الجيران: يا عبدو مالك، وين رايح، سلامات، وش في؟ قال لهم: لا هنا الخبير قد يضحك والبرجله صالح يشبع. هذه رسالة الذي من ما جاء له رئوان ولا من ما تشبه له إنسان وقال له يلا نروح في مكان فلان بن فلان كنز ولا يجيله بل وهو راقد رؤيا، قال له: يا أخي تشتى كنز تحت الحجر الفلاني تحت، وتحصله طولة اليوم مثل النسم يبخث من زوة لزوة أوهام. يا أخي معكم عقول،
هذه رسالة لكم، اسمعوا من القصة وتعبروا، لا ترجعوا بعد بل أكثر مثل عبد هذا المسكين. المهم يا خبره، قام انطلق قبل الفجر للمكان هذا. مكان يا أخي ما حد يكمي يدخلوا بالنهار، عاد بقى يدخلوا بالليل. أهله فكوا للمنطقة هذه، هربوا هربوا من النثرات الذي بتحصل لهم، فكوا لبيوتهم، فكوا لملكهم، وانت سارح تعر مثل بالليل. المهم تخيل وصل عند القرية هذه، ما بل الريح حاولوا تسابقه. قام يشوف تخيلوا مكان مهجور قريب أكمل، أزق قديم مع بل الأتري بتغطيه، الجدران مليانة أتربة، الطواوي هذيك حق العنكبوت تحصل بكل مكان، الطوق هذوك المزايطة حقهن لوسط عين الرأس يضرب. المهم عبده هذا اللي يتمشي بالأزق يدور البيت هذا، قاهو يعني مع حس بالفجيع من الفرح اللي فيه به. قام عبده يتمشي بالأزق يدور البيت هذا، يشوف لك البيت يعمل طب لوسط الحش حقه. دخل البيت هذا قد نصه منصل مع معلق لها، يلا ماسك بالحديد قد مدحل. دخل عبده للحوش هذا، شاف له كبير قديمة قهي ناشفة مع بين من يقول رب يلا البيت هذا، الطواوي البيت التراب يعني شيء مخيف بالنهار، فما بالك بالليل. وصل لبيت الشرف هذا حيث ما قال الرجال بيت دورين، الباب خشب ساج عليه نحت عثماني هلال ونجمة. حط يده على الباب، كان في برودة غير طبيعية حتى أن أصابعه ثلجت رؤوسها ما عاد حس فيها. دفع الباب هكذا ما بل الصرير حقه، صوت يشق السكون، ما في ولا صوت حول المكان إلا زيط المزايطة حق الحيوانات الصغيرة في الزواوي، في الجدران، في الدرج، في يعني شيء خيالي. المهم بعد ما دخل وفتح الباب، بعد ما دخل من الحوش طلعت ريحة غبار عفن وبخور لبان نتن قد له مدة مهجور، شيء يعني غير طبيعي بدأ يتحرك من حول عبده هذا. وفجأة سمع صوت ملالة بتغني في البيت هذا. أول ما دخل من البيت، ملالة بهذا المكان منين يا حبيبي؟ بدوا يحتفلوا بحضورك يا شيخ، بدوا يرحبوا فيك ولا كيف؟ المهم تخيلوا الصوت هذا ما هو صوت إنسان ولا صوت يعني حاجة غريبة، ولا صوت أم عبده اللي توفى قبل 10 سنين تقريبا أو أكثر، تغني ملالة. عبده هذا خاف، بدأ يصيح يمه، وين يمه؟ يعني هذا صوت أمي، وهي بتقول له من تحت من البدروم من نازل، يا ولدي يا عبده تعال، أني هنا، أني باردة، تعال لا عندي. عبده ارتجف وسقط الولاعة حقه من يده. قام يدورها بالأرض يشيلها، ما لقيها، لقي ولاعة ثانية قديمة، شاف يطقطق فيها. الولاعة هذه ولعت بضوء بنار خضراء، يشوف ما فيها حرارة، يلامسها ما تحرق يده. ولع النور حق الولاعة هذه وذهب يقترب نحو صوت أمه يبحث عنها. لقي باب سرداب وراء الموقد، وفي درجات حجر نازله سوداء منزل. تخيل كل درجة كان ينزلها الهواء يثقل وكأنه يمشي وسط طين. الجدران عليها كتابات أسماء التواريخ، التاريخ الأول 1887، نزل شوي وشاف التاريخ الثاني 1911، نزل شوي شاف تاريخ ثالث 1943، وجنب كل تاريخ كلمة واحدة فديته. في آخر الدرجة بالسرداب فتح قاعة واسعة وفيها أعمدة خشب تآكلتها الأرض، وفي الركن شاف رجل جالس. تخيلوا رجال شعر رأسه ودقنه بيضاء طويلة للأرض، مفرودة حوله مثل كفن، وجلده على عظمه، بس عيونه عادها حية تلمع مثل عيون القط في الظلام. كان هذا الرجال مربوط بسلسلة فضة من رجله لعمود وسط القاعة، وكان في قدامه طاسة فخار فاضية وجنبه كومة عظام عصافير.
التفت له عند عبده وابتسم بأسنان سود وقال له: تأخرت يا عبده، أنا جالس أنتظرك من قبل ما يخلق جدك. عبده الولاعة هذه طاحت من يده في الظلام مرة ثانية، وصوت الرجال يطلع من كل مكان ويقول: الذهب الذي تشتيه تحت العمود هذا، بس العمود ما ينزاح إلا بروح. أنا الرصد العثماني، حطوني هنا قفل، وقال: لكن ما ينفتح الكنز يا عبده إلا بدم صلبك يا ناصر. عبده هذا خاف وصرخ: من ناصر؟ أنا عبده. قال له: من هو ناصر هذا؟ قال له: هذا جدك، جاء باعني للرصد ونذر بي وقيدني، هو كان ساحر، واليوم جاء وقت الانتقام من حفيده، وإذا ما ودك بتركك تمشي، لكن بأثأر من ابنك. قال له: أنا بروح مدري إيش، أنا ما عاد ودي الكنز هذا. خاف عبده هذا، قام فتح له في تحت العمود هذا اللي مربوط العرض الطاقة، وشاف صناديق من الذهب، بدأ يتصور له الكنز العظيم. قام عبده طمع وربشته للذهب هذه وخليته يشتري الذهب، يأخذ الذهب. قال له: لا، توقف، إذا أردت تأخذ الذهب هذا فكني علشان توصل للذهب. أول ما لامس يده وبدأ يفك السلسلة هذه الفضة المربوط بها هذا الرصد، عندما انتهي من فك السره إلا ويسمع ضربة بين عدانه وبسره، لا يعلم من وين جاءت له الضربة هذه. خلاص أصبح ما بين فقد الوعي بالكاد، يحاول قوم يشوف الشايب هذا ما عاده موجود. فجأة حصل لها الضربة الثانية حتى ما عاد شاف ولا شيء، فقد الوعي نهائيا، أغمي عليه. بعد 2 أو 3 أيام، الرعيان اللي يرعوا قرب القرية هذه بعيد منها على حدود القرية، لا معهم مكان معروف ما يتعدوه، لا يوصلوا للقرية هذا ولا توصل حتى أغنامهم، ولا يكونوا يدخلوا في النهر إلا ويسمعوا صوت من أحد التلال القريبة. قاموا يقتربوا يدوروا، شافوا شباب، شكل شباب، لكن شعره كله أبيض، خلص ما لا يتحرك لا يتكلم، فقط يئن. قاموا أسعفوه إلى أحد المستشفيات، عالجوه. عندما بدأ يتحسن كلمهم بالذي صار. عبد هذا رجع، أصابته نوبة مرض شديدة، دخل في غيبوبة، جلس حوالي الشهر، بعدها فقد الوعي ومات. وهكذا حصل عبده على ضربة بين الأكتاف لحتى فارق الحياة. لا نعلم إخواني وأعزائي المشاهدين إن كانت هذه قصة حقيقية، قصة عبده، أم أنها أسطورية. أما بالنسبة للقرية هذه فهي معروفة ويعرفها أهل تعز، ابحث عنها في النت ستجدها، قرية الجبجب أو الجباجب، قرية الجن والعياذ بالله في تعز، أو ما يسميها بعضهم بالحنان أو الحنان، ابحث ستظهر لك على طول في جوجل. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم في رعاية الله.